السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الأخوات. اليوم غادي نشارك معكم واحد الغريبة اللي كتجي زوينة ولذيذة، نتمنى أنكم تجربوها. هنا استعملت ربعة ديال الزبدة، غادي نزيد عليه هنايا كاس ديال السكر كلاصي، ندير واحد الفانيلا، نخدم هاد الزبدة مع السكر حتى ينسجموا، عاد نكمل باقي العناصر غير بشويه بشويه. انا نسيت ما زدتش الفرماج، ندير واحد 3 الفرماجات، ندير معكم مزيان مع هاد الزبده والسكر. بعد ما خلطت الفرماج مع السكر مع الزبده، غادي نزيد هنايا واحد الكاس ديال مايزينا نشا، نخدموه هنايا بشويه حيت كيطير. غادي نزيد هنايا نص كاس ديال الزيت، غادي نحركو مزيان هكا. هنا غادي ندير 2 بيضات، نحرك مزيان حتى الزبده تنسجم مع البيض وتغدر هكا. هنا درت كاس ديال اللوز، هذا اللوز مهرمش، ماشي مطحون بزاف. غير خصو شويه ديال الدليك باش ما يبقاوش هادو بحال هكا. هو مهرمش كيجي احسن من المنيل، ملي كتعدي الحلوى هذيك التهرميشه ديالتها كتجي زوينه. ودابا غادي نجمع بالفورص، ما عنديش قياس محدد شحال ديال الفورص، كل واحد الفورص ديالو كيفاش دير النوعيه. غادي ندير واحد نص خماره، نحرك نجمع العجين. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك. العجينه دابا انا جمعتها، تكون بحال هكا خفيفه بين وبين. غادي دابا ناخذ لاطه ديالي ونشكلهم كويرات صغار، لاطه بحال هكا. قريبه ليكم، ندير غير قياس كما تيقولوا عيني ميزان. هذا القياس غير مازال غادا تزيد شويه تنفخ معها فيها الخميره. هي كتبغي بحال هكا تكوريها مزيان باش ما يبقاوش فيها بحال هكا. انا غنوريكم بحال هكا ديري هكا، الا خليتيه هكا كيبقاو دوك الشراطي بحال هكا باينين. خصك تغبري لهم الاعصاب باش ما تجيش مشقه وخايبه. غادي نعمر لاطه ديالي كلها بحال هكا، نتبع بحال هكا القياس اللي درت ديال الكويرات وندخلها الفران ونرجع معكم. أصلت عليك النبي محمد صلى الله. الحليوه هي طابت، كتجي مذهبه، ما كنحمرهاش بزاف. الشكل ديالها كيفاش كيجي. هنايا خديت الكونفيتور ديال مشماش داك الجاري، وزدت معاه واحد 2 ليمونات عصرتهم ودفيتهم فوق البوطه. وهنايا الكوك. غادي نبدا دابا
نزوقها هكا. خليه يشرب هاد الكونفيتير. الكونفيتير راه سخنت واحد شويه، غادي نهز بحال هكا. مخليش عامر بزاف باش الكوك تا هو ما يتجلخش لينا، وانا رمي بحال هكا. خلي هذه هنا ديال الكونفيتير. المهم هذه ندير لها هكا، نمرمدها. ونحط هنايا. غادي نكمل كلشي بحال هاد الشكل ونرجع معكم باش نحطوها في طبق التقديم. ضروري نمسحها بحال هكا باش ما تعمرش ليا الكوك واللوح. نلعب الوحيده والوحيده. نحاول ما نقربهمش لبعضياتهم. الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا انا استعملتها بحال الشكل اللي ديال ريشفون. غير دخلت في هذاك الكاس ديال اللوز كيعطي واحد المذاق رائع. نتمنى انكم تجربوها، راه كتجي هشيشه وكيجي الشكل ديالها زوين. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تابونوا عندنا في قناه الاخوات وتعملوا لنا ابوني وشي كومونتير زوين. وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه. باش ما تمنيتوا ان شاء الله. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد أصلت